وقفنا الحلقه اللي فاتت لما عم مكشين خد البت ماريا والبت سوسو والامير اوجست البيت عنده. هو خدهم البيت عنده عشان يزوروا الجد الرجل الحكيم والجده المعلمه الحكيمه. يا ريت بقى تصفي النيه لو سمحت عزيزي المشاهد، يعني عيب كده، احنا كرامه محترمه ساعات. المهم بعد ما ماشين خد البت سوسو وماريا والامير اوجست البيت عنده وقابلوا الرجل الحكيم والمعلمه الحكيمه، راح شين هنا اتكلم وقال لجد بقول لك يا جدي انا عايز اعمل سحر دفاعي على اللبس بتاع البت سوسو عشان خاطر السحر دوت يحميها، لان بالصلاه على النبي يا جدي البت دي تخصني. حنان بنت الحاج حسين تخصني. راحت الجده الحكيمه مقاطعه شين مره واحده وقالت له انت اتجننت ولا اتهبشت في مخك ولا ايه اللي حصل لك بالظبط؟ وراحت موجهه الكلام للبت سوسو، قالت لها بص يا بت يا سوسو، السحر اللي واد شين هيعمله على اللبس بتاعك ده يا بت يا سوسو مش هيخليه مجرد لبس عادي، ده هيبقى كنز من الكنوز الوطنيه. هل انت تستحق يا بت يا سوسو ان الواد شين يعمل لك كده؟ راحت البت سوسو قعدت تعيط وتبكي وتصح وتنح، وقعدت تقول للدرجه دي الواد شين بيحبني وانا كنت بستغله. وهنا راحت الجده واخده البت سوسو في حضنها وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. بس الكلام ده مش كويس، دي كلام وسخ. لا ثانيه واحده عزيزي المشاهد، ايه اللي انا بقوله ده مش قصدي والمسخ، لا يا عزيزي المشاهد انا محترم جدا وماليش في الكلام الوسخ ده، انا قصدي يعني الجده خدت البت سوسو في حضنها كانها امها، يعني كأم مش كحاجه تانية والعياذ بالله. وبعد كده راح الواد شين عامل السحر بتاعه على اللبس بتاع البت سوسو، والكل هنا اندهش وقعد يقول ايه السحر الجامد ده يخرب بيتك يا شين، انت يا اسطى ازاي اتعلمت تعمل سحر على الملابس؟ ده الموضوع اللي انت بتعمله دوت يا شين محتاج مهارات متطوره جدا. الواد شين قال لهم بس كده الموضوع بسيط جدا، طب كل واحد فيكم بقى بالصلاه على النبي يقلع. وقبل عزيزي المشاهد ما تفكر وتقول حاجات وسخه، شين قصده يقلع عشان يعمل لهم سحر على اللبس بتاعه. المهم بعد ما شين خلص وعمل سحر على اللبس بتاع كل الموجودين، راح قايل لجد بقول لك يا جد انا في حاجه تانية عايز اقولها لك، انا بالصلاه على النبي كده يا جدي كل يوم هاخد البت سوسو اوصلها المدرسه واروحها ببيت تاني. الصايع ما هو الصايع. ومن موقعي هذا يا عم شين احب اقول لك خربانه معاك يا شين، خربانه معاك يا عم شين، والمصحف خربانه جدا. انا هنا عمال اعمل في ملخصات انمي وعليا امتحان بعد بكره والدنيا متنيله فوق دماغي، وانت واخد البت سوسو وعمال تخربها يمين وشمال. فلو سمحت عزيزي المشاهد يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك الفيديو الجديد. المهم بينتقل بينا المشهد لليوم اللي بعده، الواد شين وشويه اصحابهم متخلفين في المدرسه، والمعلم بتاعهم دخل وقال لهم بقول لك يلا انت وهو اتبعني، يلا انت وهو عشان عندنا جوله تفقديه، انا لازم اعرفكم كل شبر وكل اوضه في المدرسه وكل حته وكل زخنوقه، قوم فز يلا انت وهو يلا تعالى ورايا يلا بسرعه يلا. وهنا المدرس وهو ماشي شاور وقال لهم دي طبعا غرف الفصول اللي انتوا بتترزعوا وبتتلقحوا فيها، والمكاتب اللي هناك ديت مكاتب المدرسين، ودي المكاتب اللي المدرسين زيي بيقعدوا يتلقحوا فيها، والاوضه اللي هناك ديت هي اوضه المختبر اللي احنا بنعمل فيها التجارب المنيله ب60 نيله بتاعتهم، والفسحايه اللي هناك دي بقى تبقى النادي. والمدرس بيكمل كلامه بيقول كل واحد بيعمل فرقه مع مجموعه متخلفين بيأسسوا النادي بتاعه، يعني احنا عندنا نادي لدراسه السحر ونادي لدراسه العلوم ونادي لكمال الاجسام البادي بيلدينج يعني عزيزي المشاهد، والباي والتراي والترابيس والكلام ده كله. وقامت مره واحده بنت اسمها اليس طالعه زي الخازوق كده وديت من زمايل شين، قالت له بقول لك يا شين انت هتنضم من انهي مجموعه يالا في النوادي دي كلها؟ راح واد شين قال لها بصراحه ربنا مش عارف يا بنت يا اليس. راح الامير اوجست طلع زي الخازوق برده وقال له بقول لك يا شين ما تعمل لك انت مجموعه والنادي الخاص بيك يا شين. وهنا البنت اليس قالت له طبعا هنضم يا شين، لو انت عملت نادي خاص بيك انا هنضم ليه اكيد يا شين. وجت واحده تانية من زمايل شين اسمها لين قالت له انا كمان يا شين هنضم للمجموعه بتاعتك اكيد. وبعد كده في واحده تانية جامده قوي عزيزي المشاهد اسمها يوري قالت لواد شين انا كمان هنضم لك يا شين. بصراحه ربنا البت يوري دي دخلت قلب عزيزي المشاهد، يعني جامده جموده عزيزي من الاخر يعني. بنعتذر للمشاهدين الاعزاء على فقره الجفاف العاطفي اللي كانت عندي من شويه، انا وصل بيا الحاله يا جدعان اللي انا بقيت بكراش على شخصيات انمي يا اخوانا. المهم واد توني وده من زمايل شين قال له انا كمان يا شين هنضم لك يا شين لو عملت مجموعه خاصه بيك. والبت ماريا قالت له انا كمان هنضم لك يا شين. والبت سوسو اللي بيكراش عليها شين قالت له انا كمان هنضم لك يا شين لو عملت المجموعه الخاصه بيك. وواضح ان شين بقى عليه اقبال جماهيري وبالاخص من البنات، ابختك يا عم شين. وبعد الالحاح والضغط الشعبي الكبير من الجماهير العريضه على عمك شين هنا يقرر انه يعمل النادي بتاعه. وبعد كده المشهد بينتقل بينا للملك ديس والمستشارين بتوعه كانوا قاعدين بيتكلموا معاه وعمالين يقولوا الحقنا يا جلاله الملك الحقنا يا جلاله الملك الدنيا بتخرب الحق، الشياطين عمالين ينتشروا في المملكه ويتكاثروا يا جناب البيه ومش عارفين نعمل لهم ايه، وعمالين يفشخوا في الناس ومش عارفين نسيطر على الشياطين خالص. وفي واحد من مستشارين الملك قال له بقول لك يا سعاده الملك على فكره يابا
الزياده بتاعت الشياطين ديت زياده مش طبيعيه. فالملك قال له قصدك ايه يا ولا، قصدك ايه يا ولا انها زياده مش طبيعيه يخرب بيتك انت. فالمستشار دوت قال له يا سعاده الملك زياده الشياطين ديت وراها تدخل بشري، بمعنى اصح كده يابا وعلى بلاطه ان في شخص معين بيقوم بتحويل الكائنات الى شياطين. والملك هنا راح رازع على الترابيزه وامر ان يتم التحقيق في الامر فورا. والمشهد بينتقل بينا لبيت الواد كورت الرخم، وابوه كان عمال يرزع عليه باب الاوضه ويقول له افتح على كورت، يلا افتح ده انا هفشخك والمصحف افتح. فكورت فتح الباب وبيقول له فيها حاج بتخبط عليا الباب كده، لا يا حاج انا عملت ايه؟ فابو كورت راح شدد كورت من القميص وقال له بص يلا انا جالي استدعاء من الملك للمره الثانيه بسببك يا وسخ. والواد كورت راح متجنن على ابوه زقه وقال له بقول لك يابا انا الواد شين اللي معايا في المدرسه دوت بكرهه وهفشخه بقى على فكره، والملك اللي عمال يستدعيك كل شويه دوت انا هفشخه وهفشخ ابنه الامير اوجست كمان. انت عاوزها مدعكه، انت عاوزها مدعكه والله. وهنا ابو كورت راح رازع كورت بالبنيه وقال له فوق يالا، فوق يالا انت اتجننت يالا ولا ايه؟ فوق يالا، عايز تشتم شين اشتم، عايز تشتم المعلم الحكيم اشتم، عايز تشتم جدة شين المعلمه الحكيمه اشتمها، عايز تشتمنا انا وامك اشتمنا، بس حسك عينك يالا كورت تشتم الملك او تجيب سيره الامير ابنه تاني. يا سلام ابو كورت ونعم التربيه والله ونعم التربيه. ان امك ما عرفتش تربي وان سفخس على دي تربيه. وابو كورت راح مكمل وقال له اقسم بالله لا كورت لعاقبك بسبب الكلام اللي انت قلته على الملك وابنه الامير ده دلوقتي. وراح منادي الحراس وقال لهم خدوا الكلب ده من قدامي احبسوه في اوضته وما شوفوش في القصر تاني. وبعد كده شين والعيال في المدرسه بتعرف ان كورت ابوه عاقبه وحبسه في الاوضه. فشين راح سال العيال اللي معاه في الفصل وقال لهم هو يا عيال ليه واد كورت بيتصرف كده؟ فقالوا له والله يا عم شين احنا ما نعرفش، واد كورت كان معانا عادي جدا في المدرسه لحد ما في يوم من الايام اتصاحب على المعلم اللي بيعمل الوصفات السحريه، والمعلم دوت اسمه شتروم. ومن ساعه ما المعلم دوت اتصاحب على الواد كورت وبقى ياخده مختبر، والواد كورت متغير 180 درجه. وبينتقل بينا المشهد تاني لبيت الواد كورت وكان بيخبط على باب بيتهم زائر غريب وعمال يقول له افتح على افتح على انت وهو قال انا زائر قال. والزائر الغريب دوت طلع المعلم شتروم. ايوه عزيزي المشاهد المعلم شتروم اللي كان السبب الرئيسي في تغير اخلاق الواد كورت. منك لله منك لله. واول ما المعلم بيخش البيت بيقابل ام الواد كورت وبتقول له الحقنا يا معلم شتروم الواد كورت بيضيع مني، الحقني والنبي يا اخويا. الواد ابوه حبسه في الاوضه والواد كورت يا عيني مقطع نفسه من العياط ومش عارف يعمل ايه، والنبي يا اخويا يا شتروم خش له عقله بكلمتين. والمعلم شتروم قال لها ما تخافيش يا ام كورت، ما تخافيش يا ام كورت ولا انا هخش له انا هتكلم معاه هو بيحبني اصلا. واول ما المعلم شتروم دخل لواد كورت القى تعويذه على الباب بحيث ان الباب ما يتفتحش وبحيث ان ما حدش يسمع صوتهم من بره. وواضح كده عزيزي المشاهد ان في كلام وسخ هيحصل. لا عزيزي المشاهد مش قصدي اللي في بالك، ما تخليش خيالك المريض يسرح لبعيد. المهم المعلم شتروم اول ما شاف الواد كورت متربط ومرمي على الارض ومحبوس في اوضته راح قال له منظرك بقى عير يالا يا كورت، يالا فخس عليك يالا، سايب ابوك يعمل فيك كده يالا ويحبسك ويربطك على الارض. وبعدين يالا يا كورت انت سايب الواد شين ياخد حبيبتك منك يالا، الواد شين خد البت سوسو منك يالا يا كورت فخس عليك يا. انت المفروض دلوقتي تروح المدرسه وتفشخ الواد شين وتفشخ البت سوسو عشان بتخونك مع شين يا متخلف. وراح المعلم شتروم قعد يشحن الواد كورت بالطاقه الشيطانيه. والمعلم شتروم قعد يقول له انت مميز يالا يا كورت، انت مفيش منك اتنين يالا يا كورت، انت من المختارين يالا يا كورت، انت يالا يا كورت لازم يبقى ليك مكانه كبيره في المجتمع، اوعى تسمح لشين يقل منك يالا يا كورت، فشخه يالا يا كورت فشخه. وبعد ما المعلم شتروم قعد يشحن الواد كورت بالطاقه الشيطانيه سابه ومشي. والواد كورت خد الطاقه الشيطانيه دي كلها وهوب جري على المدرسه عشان يطربقها على دماغ ابوه. فيا عزيزي المشاهد لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل بسرعه دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقه الجديده. شكلها كده هتبقى دمار وهتبقى خراب وهيحصل مواجهه حقيقيه بين عمك كورت وعمك شين، فتاكد ان انت مشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان الحلقه توصلك اول ما تنزل. واعمل لايك يا حبيبي للفيديو، اعمل لايك يا بابا للفيديو مش هتخسر حاجه يا ابني والله ده ببلاش يا ابني. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور وبس كده، سلام.